عليكم، يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الدلع، يا صباح كل حاجه حلوه. اعمل معاكم بقى النهارده ايه؟ انا عماله اظبط في التليفون عشان يجيبنا كله، مش عارفه مش راضي يجيبني. المهم هنعبي بقى مع بعض الادوات يا حلوين. كنت غاسله ادوات من امبارح وسايباها كده علشان تنشف، وبعدين نحطها في جهاز التعقيم. عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير وبتوحشوني من كل فيديو والتاني. بصوا، انا اهم حاجه عندي التعقيم بصراحه يخلص الاول عشان هنعبي كده. ايوه، البتاعه اللي عامله زي المرقط دي، عارفه اسمها ايه؟ الله عليك ان شاء الله. والمرايه والشوكه اللي هي دي. ارمي كمان، ارمي الزبده. الله عليكي، الله. بصي انتي مرقه عامله مفيش ولا كلمه صراحه. الله عليكي يا زوزة، الله عليكي. جيت بقى اقول لكم بقى انا جيت ايه النهارده. جيت الشغل، وبعدين قمت بقى ايه، لقيت البنات مستنيين علشان نفطر مع بعض. هبقى اصور لكم فيديو يوم واحنا بنفطر يا ولاد. بس هي هما بقى ايه، مش بيبقوا عايزين يتصوروا كده، انا اللي مخطوبه فيهم واللي كده واللي كده، كل واحده ايه. فالمهم بقى هبقى اصورلكوا برضه يوم، والله اوريكم اللمه بتاعتنا حلوه. فطرنا بقى ايه النهارده؟ طعميه وبيض وفنجان مخلل، عملنا بتاع اسمه، انا شربت نسكافيه باللبن، وفي اللي شربت شاي. بس هما بيفطروا عندي هنا في العيادة. باجي من الشغل، انا اخر واحده بتيجي في الشغل. هما فيهم اللي بتيجي الساعه 10، وفي اللي بتيجي 11، وفي اللي بتيجي 12. انا اخر واحده باجي الساعه 1. فهم بصراحه بيموتوا من الجوع على ما انا باجي، فبقعد اقول لهم يا ولاد افطروا على ما انا. بيقولوا لي لا، الاكل مش بتاعك حلو ولا لسه من غيرك يا جوز. فبعدين بقى ايه، فطرنا وعملنا الشاي وشربنا بقى. وقمت قايله ليا ايه، ابدا اول حاجه اعملها في العياده النهارده اللي هي ايه، التعقيم. اشغل جهاز التعقيم الاول، وبعدين العياده اصلا نضيفها من امبارح، امسكها برضه كده الف فيها لفه، وعقم اللي عايز يتعقم، واروق اللي عايز يتروق، واظبط اللي عايز يتظبط، وبعدين نقعد بقى مع بعض. انا عايزه اعرف يا ولاد، انا كنت جايه امبارح، فبعدين في حد مش نفس اللي يعاكس حد في الشارع يعاكسه ويقف. يعني انت لو عندك شجاعه بتعاكس واحده ماشيه في الشارع، انت اصلا مش بتبقى محترم. فبغض النظر بقى عن انت محترم او مش محترم، لو انت بقى راجل عاكسها وقف بقى. انما انت عشان جبان بتعاكس وتجري. والله فاكرين السنه اللي فاتت كنت نازله من العماره بتاعت الشغل، يا دوب لسه نازله من على السلم، لقيت حد بيقول لي يا بنتي حلو، انت الصبح تاني يوم عامله فيها عمليه، فاكرين يا ولاد؟ والله فناس بتحب تأذي غيرها كده وخلاص. والله
وهم بصراحة الناس مش بتخلي اي حد بصراحة ماشي في حاله، يعني لا بتخلي بقى المنقبة بيعكسوها، اللي هي مش منقبة بيعكسوها، اللي لابسة بنطلون بيعكسوها، اللي لابسة جيبة بيعكسوها، اللي لابسة عباية بيعكسوها، اللي لابسة إدماء ومجرجر على الأرض وخمار ونقاب بيعكسوها. فالناس أهم حاجة إن احنا نكون ماشيين بما يرضي الله وواثقين في نفسنا بس، واي حاجه تانية بقى ما تهمناش. صراحه انا بيجي عليا فتره مش ببقى عايزه اقابل حد، يعني بصوا اي حاجه بتتعبني او اي حاجه بتوترني ببعد عنها بصراحه، لان مش كل الناس تستاهل ان احنا نستاهلوا الحب والخير اللي جوانا. بس احنا بقى ايه، نفضل متمسكين بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا واصلنا. بس للاسف الشديد انا خلصت اللي هو المقاس الكبير في التعقيم ده. هنحط دول بقى كده على طول نتصرف، احنا ما بنوقفش لا توقف على طول. انتوا عارفين مفيش حاجة عندي اسمها على طول بتصرف. ايوه نرمي ارمي يا زوزة، ارمي ارمي يا اختي، ارمي ارمي كده زي ما بترمي ورا ظهرك. لو وصلتوا لغاية هنا من الفيديو ما تنسوش تسيبولي تعليقات كتير تحت الفيديو، وتسيبولي وتحطولي لايك للفيديو، وتشجعوني وتفعلوا في الفيديو علشان تشجعوني اعمل لكم لايف كل يوم. تمام؟ قولوا لي تمام. انتوا عمرك بتقولي حاجه غلط يا زوزة؟ الفايلات ده اهي دي بتاعت حشو هنحطها برضه كله كده يبقى في التعقيم. شغل التعقيم ده اهم حاجه عشان بقى، وكمان بكره ان شاء الله عندنا تقويم فلازم كل الادوات تبقى متعقمه. يلا يا شباب يلا يا حلوين، طريقة كتير عشان هتشوفوا ابداعي الوقت وانا بشغل جهاز التعقيم. بصوا مش بيظبط معايا من اول مره خالص خالص، بس حط لايك بقى للفيديو هتشوفوا. بصوا ابداع، هتشوفوا ذكاء هتشوفوا الذكاء على اصل. يلا بينا نشغل جهاز التعقيم. حاضر يا عم يا بتاع الفرن، حاضر. عايزه اظبط بس التليفون ثواني ثواني، محدش يقول لي صدعتنا يا زوزة وظبطي الكاميرا. بصوا عاجبكم على كده، عاجبكم مش عاجبكم برضه هتفرجوا على الفيديو. بصوا انا هنا حطيت الادوات اهي في جهاز التعقيم. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسك بقى ايه الميه المعقمه بتاعتنا كده، هنحط الميه المعقمه نملى المكان ده. تمام دي تمام كده. وصلنا لغايه ايه، خلاص ملينا المكان هنا الميه المعقمه. هنقفله، هنيجي هنا على الباب بتاع ده نقفله، نفتح الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه بقى، نفتح الكهرباء من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشغل كده مش بقول لكم
هتنبهروا دلوقتي مني، هتنبهروا. مش بظبط معايا من اول مرة. هنرجع نقفل كده وننزل دي على ايه هنا. تمام لغاية كده كويس. هنقفل الباب، ونقفل الباب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنرجع نشغل من هنا تاني ستارت. اشتغل معاكي يا زوزة؟ لا. هنرجع نفتح. فاشلة فاشلة. تمام نرجع نقفل. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع نتك ستارت تشغل. هل هو كده اشتغل؟ لا مش ده صوت التشغيل بصراحة. هنشوف بقى. لو وصلت لغاية هنا من الفيديو شجعوني كتير كتير، بما اني مرأة عاملة كده شطورة، وتسيبولي تعليقات كتير تحت الفيديو، وتشتركوا في القناة، وبصوا فعلوا الجرس، اعملوا كل حاجة حلوة. استنى تعليقاتكم كتير بقى تحت الفيديو. بحبكم كتير كتير. وراكم روتين بقى النهارده في العيادة والادوات وكده بقى. يلا اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.